وولفرين بيتحبس في زنزانة مع آكل لحوم بشر، والموضوع دموي بالظبط زي ما انت متخيل. القصة دي بتحصل في العدد 165 من وولفرين كجزء من قصة تسمى ذا هانتد، لكن بصراحة باقي القصة مش مهم قوي. اللي يهمنا هنا ان الاحداث بتدور في سجن يسمى ذا كيج. السجن ده فيه جهاز معين بيعطل قدرات المساجين، وده معناه بقى ان وولفرين فقد عامل الشفاء بتاعه وحواسه الخارقة، ولسبب غير مفهوم حتى المخالب بتاعته مش بيقدر يستخدمها. حاجة غريبة مش صح؟ المهم في السجن ده في مجموعة من المساجين بيصحوا راجل يسمى مو، وفكرة الموضوع كله ان هم مشغلينه علشان خاطر يخلص على وولفرين. جوه الكيج في مجموعات عصابات متنافسة، واشهر اتنين فيهم او على الاقل اللي يهمونا هنا هم مجموعة اسمها سكالز. دول حرفيا ناس مجانين بيتبعوا افكار زي افكار ديسكال وكده. بس الحتة المهمة في الموضوع ده ان وولفرين حاليا محبوس في حاجة اسمها ذا هول، ودي حرفيا حفرة ضخمة جوه السجن، يعني زي زنزانة انفرادية لو صح التعبير. وهناك بقى بيقابل واحد يسمى بيبرز، وده واحد من المروكس، يعني متحول قدراته خلت شكله غريب او نقدر نقول عليه مش طبيعي، وده بالمعايير العادية، وعلشان كده ما يقدرش يعيش بره وسط الناس العاديين. بس هو يعتبر حليف لولفرين، وهو كمان محبوس هناك. وكمان بيست موجود برضه، بس معاه جهاز خاص بالصور بيخليه يظهر بشكل انسان عادي ويخفي شكله الوحشي، فهو يعتبر مش عنصر اساسي في الاحداث دي. ولكن الحاجة المهمة هنا هي ان لما مو صحي اول حاجة عملها انه هجم على واحد اشقر، واحد من الناس اللي كانوا جزء من عملية افاقته. وهنا بقى واحد من الحراس سحب مسدسه وقال لي بص يا معلم، عندنا عرض ليك، لو خلصت لينا على واحد معين هنا هنسيبك حر وتخرج للعالم وتعيش حياتك. السؤال هنا بقى ليه مهتمين قوي بشخص بياكل لحوم البشر؟ لان الراجل ده مش مجرد شخص عادي، ده قدراته بتزيد كل ما بياكل اكتر، لدرجة انه يوم من الموت لفت انتباه دكتور سترينج. فالموضوع فيه حاجات سحرية، حاجة مثيرة للاهتمام بصراحة. وفي نفس الوقت مع ان وولفرين محبوس في السجن، نيك فيور وشيلد بيخططوا لعملية هروب من السجن. اما بخصوص وولفرين فهو محبوس في الحفرة، وفجأة الحارس ظهر وفضل يرش عليه حاجة شبه المية، وهو قاعد يتكلم مع نفسه بيفكر ازاي وصل للوضع ده وازاي جار بيست معاه في المصيبة دي، وقاعد يعاتب نفسه على اللي حصل. ولما فاق وبدأ الحارس يستفزه، وولفرين قال ليه انت بترشني بالخرطوم؟ هو ده اقصى حاجة عندك؟ فرد عليه الحارس وقال ليه ما تسألش صاحبك مكاي؟ هو عارف اننا نقدر نعمل حاجات اسوأ بكتير. وكان بيستفزه وبيقول ليه انهم عملوا شغل على بيست. الحارس هنا كمل استفزاز وقال لولفرين يمكن صاحبك مات ويمكن لا. ولما وولفرين رد عليه الحارس قال له راقب كلامك كويس، في حاجة لازم تعرفها، دي مش مجرد مية اصلا. علشان هنا وولفرين بدأ يفهم انه متخدر حرفيا من غير عامل الشفاء بتاعه، جسمه بدأ ينهار تحت تأثير المخدر. اللي حصل بعد كده بقى هو ان كان في اتفاق بين بيبرز وكمان وولفرين، وده سبب مهم. خلينا نتكلم عن شخصية بيبرز اللحظة. الاتفاق كان ان بيبرز يحمي هانك بيست من اي حد عاوز يخلص عليه، خصوصا ان وولفرين وبيست عملوا مشاكل كتير لعصابة سكالز جوه السجن. وبالفعل لما واحد من الجماجم حاول يخلص على بيست وكمان بيبرز، دخل في اللحظة المناسبة ومنعه، وبكده حافظ على حياة بيست. بعد كده وولفرين صحي في الزنزانة بتاعته جنب مو، وهنا بقى الامور بتاخد منحنى عنيف جدا. مو بص ليه وقال بقاله فتره طويله من اخر مره دقت الطعم ده، طعم البشر، كنت تقريبا نسيت قد ايه هو منعش. بعدها بيقول لي بالنسبه للاسم الحقيقي فهو ما بقاش مهم، ولكن ممكن تنده عليا بمو، وهو الاسم اللي اتعرفت بيه اكتر في حياتي. وبيقول ان الكلمه دي معناها الشر بالفرنسيه، وده شكله اصلا فاشل في اللغه الفرنسيه. بعدين بيكمل كلامه الحقيقه ان مجرد سجين تاني محكوم عليه بالوجود الابدي بسبب الجرائم بتاعتي، وتمت معاقبتي بواسطه السورسرر سوبريم من عصر قديم. بس اللي عاوز توصلي بقى من زاويه تانيه فاعتبرني الجلاد بتاعك. وفجاه مو هجم على وولفرين، وده بيحصل بطريقة وحشية لدرجة ان الحراس كانوا بيتفرجوا على القتال من خلال فتحة في الجدار. ولكن مو كان عارف كويس ان ده كله مجرد خدعة، وان مجرد ما يخلص على وولفرين الحراس اكيد هيحاولوا يخلصوا عليه هو كمان. فمو مش غبي باي شكل من الاشكال، هو حتى قالها بنفسه. هما فاكرين اني مش واخد بالي من الخيانة اللي متخطط ليها، ولكن الحقيقة ان هما مش عارفين اصلا القوة اللي بمتلكها والطريقة اللي حصلت بيها عليها. بعد كده القصة بتنط شوية لقدام، وأول حاجة بيعملها بياخد قطمة من وولفرين، مسك فيه وغرس أسنانه في صدره، وبعدها بيبتدي. والمشهد حرفيا كان مرعب.
وولفرين جسمه مليان جروح ضخمة وأجزاء ناقصة وكأنه متاكل حرفيا، فمو هنا كان مستمتع لأقصى درجة، وبيقول كده وهو راقي وبيجري: بصراحة في كل حياتي عمر ما دقت لحم بالجمال ده. وحقيقي ده كلام كبير لما يجي من واحد قواه السحرية بتيجي من أكل اللحم ده. وولفرين هنا حاول يرد عليه بسخرية وبيقول ليه: طب ما تيجي نبدل الأدوار وأنا اللي آخد منك شوية المرة دي. ولكن بيرد عليه بهدوء: في الوقت المناسب يمكن نوصل لكده ويمكن لا، محدش عارف، ولكن في الوقت الحالي أنا محتاج استهلكك علشان خاطر أقدر أخرج من هنا. وفجأة بيمد إيده على راس وولفرين وخلع عينه من مكانها، فإن نقدر نقول إن هو خلعها بشكل مرعب، ومستحيل تتخيل إن مارفل ممكن توصل لكده. فمو هنا بيقول لي وهو بياكل عينه: شايف حتى الخصائص الفريدة اللي في لحمك بدأت بالفعل ترجع ليا قوايا مرة تانية، لدرجة اني دلوقتي قادر احس بحد جاي ناحيتي، وبما اني لسه ضعيف بعد ما صحيت فالافضل ليه اني ازاي اقولها اكل واجري. طلع يجري وهرب فورا، حاجة مجنونة، واحدة من اغرب واعنف الحاجات اللي ممكن تشوفها في عالم مارفل. وفعلا بعد ما بلع عين وولفرين طلع وهرب، فالسبب في ده ان الحارس الكبير دخل مع واحد تاني، وكان واضح ان هم ناويين ينهوا على وولفرين بنفسهم، لان من الناحية الفنية هو مش ميت، بس في نفس الوقت مش عارفين يعملوا ايه معاه. المفروض كان خلاص يروح فيها، بس بما انه لسه عايش فبقى السؤال هنعمل ايه مع الراجل ده دلوقتي. واخيرا قرروا ياخدوا الموضوع على عاتقهم، وفعلا وجهوا السلاح على وش وولفرين، وده علشان خاطر يخلصوا عليه نهائيا. لكن فجأة مخلب بيطلع من العدم وبيشق الرجالة اللي ورا من غير اي مقدمات. وهنا بقى كانت الصدمة الكبيرة، الشخص الوحيد اللي وولفرين ما كانش متوقع نهائيا يشوفه قدامه واقف هناك هو سيبرتوث. وده بيأكد حاجة واحدة: سيبرتوث جزء من الفريق اللي اتجمع مخصوص علشان خاطر يخرج وولفرين من السجن ده. علشان هنا نكون وصلنا لنهاية القصة، فالقصة فعلا قصيرة ولكن مجنونة جدا.